وهو كمان ما بيقصرش وبيشتغل شغلانتين علشان يلاحق. انا حاسه ان طاقتي خلصت، مش عارفه اعمل ايه، خايفه اسيبه وهو بيحبني واخلاقه. السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن ابراهيم في برنامج فضفضه، البرنامج اللي بشاركوا فيه مشاكلكم. لو عندك مشكله او اي استفسار ممكن تبعتها لي دلوقتي على صراحه، هتلاقي اللينك اول كومنت، ولو بتتفرج عليا من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو. يلا بينا نبدا. مشكلتنا النهارده بتحكي وبتقول: انا خطيب ظروفه الماديه لطشت جامد بسبب الغلا، وهو اللي شايل ليلته بنفسه. مخطوبين بقالنا سنه والفرح بيقرب. انا بحبه تمام، بس تعبت من كتر الضغوطات، تعبت من كل حاجه مفيش، وكأن كل حاجه نفسي فيها ما بتتحققش، وكل حاجه بيخيرني فيها علشان يمشي اموره. وانا انهارت لما جه قال لي مش في مقدرتي اعمل فرح. حاسه ان كل حاجه متلخبطه حواليا، وهو كمان ما بيقصرش وبيشتغل شغلانتين علشان يلاحق. انا حاسه ان طاقتي خلصت، مش عارفه اعمل ايه، خايفه اسيبه وهو بيحبني واخلاقه كويس وشاريني، وعمال يقول لي معلش استحمليني نعدي الفتره دي سوا. انا بقيت خايفه وحاسه اني ما بقيتش مبسوط. صار كتير في دماغي وحشه بتجيلي، وهل فعلا للدرجه دي الماديات بتفرق قوي؟ نصيحه برضو والرأي للناس، هو مفيش حد بيتجوز عنده كل حاجه، واللي ما اتجابش وما اتعملش دلوقتي في ايديكم تعملوه مع بعض بعدين. الواحد وهو لسه في فتره الخطوبه بيكون عايز يجيب احسن واجمل حاجات، بس للاسف في ارض الواقع ما بيحصلش. اهم حاجه انكم تكونوا بتحبوا بعض ومتفاهمين، وان هو يكون كويس. بعد كده اي حاجه تانية هتبقى سهله، ولو حسيتي من جواكي بالرضا هتتبسطي. ومعلش، هي ظروف على الناس كلها. لو عندك مشكله او اي استفسار ممكن تبعتها لي دلوقتي على صراحه، هتلاقي اللينك اول كومنت، ولو بتتفرج عليا من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو.